ديما كنت كنسمع حكايات غريبة على واحد الدار في الطرف ديال الحومة. دار واقفة بوحدها، حيوطها مشقين، الشراجم ديالها مهرسين، الحيوط ديالها مطليين في اثار كحل ديال الدخان بحال شي حاجة تحرقات فيها. الناس كيقولوا باللي مسكونة، كاين اللي حلف باللي شاف ضو كيشعل وكيطفى فيها بالليل، وكاين اللي كيقول باللي سمع الصوت ديال الغوات ودري صغير كيبكي. ولكن الحقيقة حتى واحد ما عارفها. واحد النهار انا والدراري ديال الحومة الفضول غلبنا. واحد العشية تجمعنا قدام ديك الدار وكان بدا يطيح الليل. كنا 5 بينا، سعيد وكمال ويوسف وحمزة وانا. نسيت ما نقول لكم سميتي. انا عمر، عندي 21 عام وكنقرا في لافاك. من صغري وانا ديما كنعشق هاد المغامرات الغامضة، القصص ديال الجن والعوالم اللي ما كيبانوش للعين بنادم، واللحظات اللي كتخلي الدم يتجمد في العروق. يمكن تقول باللي مجرد فضول، ولكن انا كنحس بلا كاين شي حاجة كتجرني لهاد العالم المجهول، بحال شي باب خفي كيتحل قدامي وانا بلا وعي كندخل. ديك الليلة ضربات 12 ديال الليل، وهنا بلا سابق انذار قلت للدراري: شنو بان لكم في الدار المهجورة اخوتي؟ ندخلوا نشوفوا شنو كاين للداخل ديالها، واش داكشي اللي كيتقال عليها بصح. انا رد عليا سعيد اللي كان ديما كيدعي الشجاعة والزعامة: واش كتثق بالهضرة د بنادم؟ ديك الشي غير خرافات وما كاينش، وانا مستعد ندخل معاك. يوسف جاوبه وهو كان باين عليه باللي خايف: لا اخويا، انا ما باغيش ندخل، راه داك الشي ماشي لعب. ضحكنا عليه كاملين وقلنا ليه: غادي تدخل معانا وما تخافش، راه كاملين معاك. هاد اللحظة وقف سعيد وقصد ديك الدار المهجورة وتبعناها كاملين. وقفنا قدام ديك الباب ديال الحديد اللي كان مصدي وراشي، دفعناه حتى خرج منه واحد الصوت ديال الصرير طويل كيقطع السكوت ديال الليل. الريحة اللي خرجت من الداخل كانت خايبة وكتخنق بحال دم قديم ولا شي حاجة ميتة للداخل. منين حطينا رجلينا للداخل كاملين حسينا بالتبوريشة والحمنا شوك والبرد، واخا حنا في العز ديال الصيف. البيوت كاملين كانوا خاويين، عامرين بالغبرة والرتيلة دايرة حالة، والأثاث كان مهرس بحال الزمان وقف هنايا بالضبط. كان كل شي تقريبا عادي وبحال أي دار مهجورة، من غير ديك التبوريشة اللي شداتنا والريحة اللي شمينا فاش دخلنا. ولكن تحت الدروج اللي كيطلعوا للدوزيام كان واحد الباب صغير مخبي ومسدود بسلسلة قديمة. هنا كمل الهضر وقال: هاد الباب فشكال اخوتي، خاص نشوفوا شنو كاين للداخل. يوسف المرعود بدا كيقول: لا اخوتي، هنا وبركة نخرجوا بحالنا. ولكن الفضول ديالنا في هاد اللحظة كان قوي. جبنا واحد الحجرة وهرسنا ديك القفل اللي كان مصدي وراشي، وتفتح ديك الباب، ولقينا قدامنا دروج نازلين لتحت، ضيقين ومظلمين. وحنا نازلين كنسمعوا الصوت د خطاوينا كيتعاود بحال شي حد كيردد معانا. التنفس ديالنا ولا ثقيل والهواء كيقلال كل ما نزلنا لتحت كتر. في الاخر ديال ديك الدروج لقينا راسنا في بيت كبير ومظلم. لقينا فيه صنادق ديال الخشب مرميين في الارض. حمزة قرب يفتح واحد منهم، وقبل ما يقيس فيه سمعنا الصوت ديال توشويش كيقول: خرجوا من هنا. جمدنا كاملين في بلاصتنا. يوسف بدا كيبكي وكيقول: قلت لكم ما ندخلوش لهنا. البيلات اللي في يدينا بداو تيرمشوا والضوء كيشعل وكيطفى منهم، وفجأة الباب اللي ورانا تسد بالجهد
الصوت ديالو هز ديك البيت كامل، واصوات ديال الخطوات بدات كتقرب منه، ولكن الارض كانت خاويه ما كاين حد. الصوت بدا كيتحول لصرير ديال السلسله، وراها ضحكه ضعيفه كتخرج من العالم. حمزه طاح فجاه وبدا كيغوت وكيقول شي حد شدني من رجلي. منين ضربنا الضو في رجليه لقينا الاثار ديال يد كحله محفوره في جلدو، وخلى الطراس بحال شي حرقه ديال العافيه. سعيد بدا كيعيط وكيحاول يفتح الباب ولكن ما بغاش يتفتح. ديك الصوت اللي سمعنا بدا كيجهاد بحال شي واحد كيهضر من الحيوط ديال داك البيت وكيقول خرجوا، ما خاصكمش تكونوا هنايا. حنا غادي توقع واحد الحاجه صدمتنا كاملين وكانت غادي تسكت لينا قلوبنا. دوك الصنادق اللي كانت في ديك البيت بداو كيتهزوا بوحدهم، واحد ورا واحد، وكيتردخوا مع الارض بدات كتحرك من تحت رجلينا. واحد من دوك الصنادق تفتح بوحدو وخرج منه الصوت ديال شي حد كينين بحال كيتخنق. يوسف تجمد في بلاصتو وما قدرش يتحرك. انا ضربت الضو ديال البيل الوسط ديال البيت، وهنا هرب لي من ديك الشي اللي شفت. كان واحد الشكل طويل كحل بحال الظل بلا ملامح، ولكن عينيه بحال شاعله فيهم العافيه، حمر وكيضوي. كان واقف وكيشوف فينا واحد النظره ديال الشر، وببطء بدا كيقرب منا. وفي كل خطوه لجهتنا الضو ديال البيلات كيقلال وكيطفى وكيشعلو بوحدو، وواحد البرد كيشدنا في ذاتنا في شكال. هاد اللحظه ما كان علينا غير نجمعو ديك الشي اللي مازال لينا في طاقتنا وعلقنا من ديك الدروج، وبقينا كنضربو في ديك الباب بالجهد حتى تفتح بوحدو. جرينا لبرا كنطيحو وكندفعو بعضياتنا. منين خرجنا للشارع وقفنا كنلهتو، ولكن ما قدرناش نمنعو راسنا باش نرجعو نشوفو الجهد ديك الدار. هنا غادي تكون الصدمه. ديك الشي اللي شفنا في ديك البيت كان واقف في الباب ديال ديك الدار كيشير لينا بيديه وكيقول رجعوا كملوا اللي بديتو. ومن ديك النهار مبقى حتى واحد منا قرب من ديك الدار، ولكن سعيد غبر بعد سيمانة على ديك الليلة. الناس قالوا مشى لمدينة أخرى، ولكن أنا كنظن ولا متأكد بلي ديك البيت جرو باش يكمل ديك الشي اللي بدينا كاملين. وليومنا هذا سعيد ما بانش، واللي داز حدا ديك الدار بالليل كيحلف باللي كيسمع صوت مبحوح كيقول خرجوا ولا دخلوا تكملوا اللي بديتو.